ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله عامله لكم فيديو جديد، وهو 7 اكلات للاسبوع. اكلات سهله وموفره اقتصاديه هتعجبكم باذن الله. تمام، متنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه وكومنتوا برايكم. ده بيض، دول 3 بيضات سلقتهم. البيض اللي هو الكبير الاحمر ده سلقتهم، تمام، وقطعتهم كده نصين اكن البيضه يعني صغيره، يعني زي البلدي يعني. تمام، فدي بتوفر جدا معاكي. 4 أفراد سلقت 3 بيضات بس، تمام، وقطعتهم زي ما انتوا شايفين. وده خيار مخلل سريع. هتلاقوا الوصفة على القناة. خدوا كده جولة في القناة وهتلاقوا ايه الطريقة. طالع مقرمش وجميل، من تاني يوم هتاكلي منه. تمام. طبعا عملت معاهم مكرونة بالصلصة، شايفين طالعة فلفلة كده وجميلة. في وصفات برضو للمكرونة على القناة. تمام. وطبعا بطاطس حمرتها وسلقتها. دي أول وصفة معانا. تعالوا تاني يوم عملت كان عندي قولوا معايا. كان عندي كبد وجوانص من بتاعة الفراخ، 2 قناصة و2 فراخ، والاتنين اللي هي ايه ال- القلب بتاعها. تمام. فقلت اعمل اكلة اقتصادية وموفرة وكمان مشبعة جدا. فعملت الرز بالخلطة مع الكبد والقوانص. تمام، زي ما انتوا شايفين. ده كان تاني يوم. كانت أكلة مشبعة جدا. هتعملي معاها بطاطس محمرة، هتعملي معاها سلطة لو عندك بتنجان بالدقة. تمام. ومخلل بألف هنا. تمام. دي أكلة اقتصادية وجميلة جدا. ممكن بدل لو مش عاوزة رز ممكن تعملي تاكل لسان عصفور بالكبد والجوانص برضو. تمام. واليوم هيمشي بألف هنا. تمام. وده كان غدا تاني يوم، بطاطس محمرة مع الرز في الخلطة بالكبد والقوانص. وكمان هتعملي معاها طبق سلطة وطبق مخلل وطبق بتنجان. تمام. وبألف هنا. طبعا واحد قال ايه، نعمل كده كوباية شاي مع بعض نبلع الأكلة يعني وكده. تمام. لو وصلتي معايا علينا متنسيش اللايك والاشتراك في القناة، واعملي مشاركة للفيديو عشان أصحابك وحبايبك هما كمان يستفادوا. تمام كده. يجي على اليوم اللي بعديه، كان فاضل عندي رز من الخلطة. تمام. قلت بدل ما ارميه ولا كده، هينفع تاني يوم، اللي هو ده تالت يوم، تالت اكلة معانا. عملت سمك مقلي مع الرز اللي باقي من الرز الخلطة. تمام. بقى رز من الخلطة بقى الطبق زي ما انتوا شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. وعملت معاه سمكتين مقليين، والسمك كان كبير فقطعته ايه نصين زي ما انتوا شايفين كده وقليته. تمام. والسلطة طبعا بألف هنا. اليوم الرابع عملنا شوربة عدس. عاوزة اقول لكم ان هي كانت تحفة جدا، بسم الله ما شاء الله. عاوزة اقول لكم من جمالها. عاوزة اعملها يومين في الاسبوع، بس للاسف عيالي مش بياكلوا العدس. فانا عملت معاها جنبها بيضتين، تمام، وبطاطس محمرة، طبعا سلطة او خيار اللي تحبيه، والليمونة والعيش. ده عشان انا ما بحبش العدس بالشعرية. عاملاه برز، فالرز طلع كتير شوية بس يعني ايه. حلو يعني. كان والله يا بنات كان سخن كده، وتعصروا عليه الليمون بالمعلقة بألف ألف هنا. ده اليوم الرابع بتاعنا. عدس، بطاطس محمرة، بيض، والعيش والخيار. أكلة اقتصادية وموفرة ومشبعة جدا جدا. عاوزة أقولك أنا فطرت بيها وتعشيت بيها. اليوم الخامس محشي. محشي وشوربة لسان عصفور ومخلل وسلطة والبطة اللي انتوا شايفينها دي. تمام. عاوزة اقول لكم ان المحشي يكفى معايا تاني يوم، والبطة كمان. احنا يعني ايه، النص فرخة ونص بطة بتكفينا. بروح مقسمة النص البطة دي مثلا ممكن 3. تمام. والفرخة بروح النص الفرخة بروح اقسمها 4. فاحنا كنا عاملين في اليوم ده بط. عملنا نص بطة والنص التانية خليتها تاني يوم. تمام. يبقى كده ايه 5 اكلات. تعالوا اليوم السادس، وهي كشري في الحلة الواحدة. عملت كشري في حلة واحدة. يعني عملت الرز مع الشعرية مع المكرونة مع العدس، دي كله في حلة واحدة. شايفين بسم الله ما شاء الله طلع مفلفل وجميل. وعملت معاها اللي هي الشطة والدقة اللي هي بتاعت التوم. وعملت اللهم صل على النبي، الحمص. تمام. والصلصة ما عملتش بصل. تمام. حبيت ان انا برضو ايه اكل اقتصاديه كده وموفره وسريعه كده، ان انا والاولاد وكده. عاوزه اقول لكم برضو الاكله دي كفتني يومين. والله
كفاتني يومين، وكمان فاضل كمان منها طبق حطيته في الفريزر. تمام، لأني كنت يعني ايه الكمية طلعت معايا كتيرة وكده وانا بطبخ، فكفاتني يومين واللي فاضل حطيته في الفريزر. كنت بقى في يوم تاني بقى اكون مزنوقة ولا كده هعمل معاها شوية صلصة، اكيد مكرونة بالصلصة وكده، وسلطة بطاطس محمرة. تمام، دي كان غدانا سادس يوم. بسم الله ما شاء الله، أكلات اقتصادية موفرة جدا. متنسوناش في اللايك والاشتراك في القناة، ومستنية رأيكم. اليوم السابع وكده، 7 أيام في الأسبوع. عملت كان عندي بانيه، قلت حمل بانيه وبطاطس محمرة وسلطة، ولو عندك برضو بتنجان مخلل تعملي. والأطفال اللي بيحبوا المكرونة مع البانيه، بتعمليهم مكرونة. تمام، فاليوم ده كنت عاملة بانيه، وقلت كده كان نفسي اعمل الصراحة بيتزا، بس يعني ايه مكلف الموضوع، مش كان في وقت ولا كده، فانا جبت رغيف عيش اللي هو البلدي وعملته بالبيتزا. هتلاقوا الوصفة على القناة، شوفوها وهيعجبكم بإذن الله. ده بانيه اللي هو ناجتس يا بنات. تمام، مش البانيه اللي هو الفراخ الصافي، لا ده ناجتس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. 7 أكلات موفرة اقتصادية. الفيديو يعجبكم بإذن الله، متنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة، ومستنية رأيكم. لو أول مرة تشوفيني يسعدني ويشرفني طبعا تشتركي في قناتي. دي بقى بعد ما طلعتها من الفرن. قلت كده اوريكم لقطة كده بعد ما من الفرن عشان تشوفوا قد ايه ان هي طرية، كانت جميلة جدا وشكلها يفتح النفس. تحط عليها بقى اي صوص انتي بتحبيه، كاتشب أو مايونيز، وبألف ألف هنا. كنت عاملة دي بس قطعناها 4 أرباع، وكل واحد خد ربع، مع البطاطس مع البانيه مع السلطة. تمام، بس كده، ما كنتش عاملة مكرونة والعيش، وبألف هنا. أكلات اقتصادية موفرة جدا ومشبعة كمان. مستنية رأيكم يا حلوين، متنسوش اللايك، واعملوا كده شير لأصحابكم عشان هما كمان يستفادوا. لو طالبين مني أي فيديو، أي حاجة طالبينها أعملها لكم، أي وصفة اكتبولي في الكومنتات وأنا تحت أمركم. أشوفكم على خير، مع السلامة.